مرات الرجال خصوصي عم ينتقدوا هذا الشيء، انه انتم اعطيتوا للمراه فجاه هيك حريه وصارت تمارس علينا بالاسلوب الغلط، صارت هي كمان تمارس السلطه نفس الاسلوب. يعني كل هاي العواقب طلعت بعد ما انتشر مفهوم الحريه، وطبعا يعني بدها وقت، لانه دائما الانثى بجميع المجتمعات بتضل مضطهده، والذهنيه هي نفسها اللي انفرضت على الرجل بالمجتمع، هي ذهنيه الدوله اللي كنا نقراها بالمدارس، اللي كانت بالكتب موجوده، اللي كانوا العادات والتقاليد تفرض علينا هذا الشيء. هنادي الحمادي، معلمه اداريه مدرسه الكندي. اليوم اجتمعنا واخذنا محاضره عن تاريخ المراه. من قبل ما كنا نحتفل بهذا اليوم المبارك، نحن كنساء عربيات نبارك هذا اليوم بكل مكوناته، الكرد والعرب والسريان، وكل عام والمراه العالميه بألف خير، ونبارك هذا اليوم العظيم. اسمي مريم عائلة عبد الله، واجتمعنا هون مشان عيد المرأة اليوم، وهني القائد آبو على هذا اليوم. أتمنى كل يوم يكون عندنا عيد مرأة، والمرأة هي تكمل كامل المجتمع وليس نصف المجتمع، لأنه المرأة تعذبت ومن خلال الضرب والقتل، وهاي بتمنى أن يكون كل يوم عيد مرأة عندنا. موسى عبد الله الجمعة العبوسي، مدرس لغة عربية. اجتمعنا اليوم من خلال اجتماعنا اليوم نوضح دور المرأة في المجتمع، واليوم كان يوم 8 آذار، يوم عالمي لدور المرأة في المجتمع، دور المرأة المناضلة، دور المرأة المدرسة، دور المرأة الأم، ولها في هذا المجتمع دور كبير من خلال مقاومة المرأة، من خلال تطلعات المرأة، فكر المرأة في هذا المجتمع. ونتمنى في هذا اليوم نوجه بالشكر لكافة الأمهات، لكافة المناضلات، لكافة المدرسات في هذا المجتمع.